طريقة إنشاء حساب على التيك توك بطريقة سهلة وبسيطة جدا للمبتدئين. أول حاجة يا شباب هتكونوا فاتحين الحساب بتاعكم كده، هتلاقي عندك هنا لو باللغة العربية هيقول لك اشترك. أنا بالنسبة لي باللغة الإنجليزية فجايب لي ساين أب أو سيجن أب. تمام، هبدأ أضغط عليها. هنا بيقول لي عايز تنشئ حساب من رقم تليفون ولا حساب بريد الكتروني. يعني انت عندك ايميل او رقم تليفون، شوف انت حابب بقى تشترك برقم التليفون ولا بريد الكتروني، ولا بحسابك على الفيسبوك، ولا بحسابك على جوجل، ولا بحسابك على التويتر. انا بالنسبه لي هختار رقم التليفون، هبدا اضغط عليه كده. هنا بيطلب مني رقم التليفون، ولكن لازم اختار كود الدوله اللي انا فيها. طبعا انا من مصر فهختار مصر. تمام، وندور كده او نبحث على طول. تمام، هبدأ اختار ايجيبت. بعد كده هبدأ احط الرقم اللي انا عايز اسجل بيه تيك توك. بعد الكود ما وصل يا شباب هنبدأ نكتبه هنا: 10 5 5 1 2. تمام، اكتب تاريخ ميلادك او اختار تاريخ ميلادك. طبعا احنا هنختار تاريخ الميلاد، نختاره مثلا اي حاجة كده، ممكن نخليه اي حاجة مثلا. تمام، بس انت تكتب بقى تاريخ ميلادك الحقيقي، يعني هو نيكست. تمام، بعد كده هنا بيقول لي الباسورد اللي انت عايز تعمله. احنا ممكن نختار اي باسورد مثلا. بعد كده نعمل له حرف الاي بعد كده كيو، وهنبدأ نقول نيكست. هنا هنبدأ نكتب الاسم بتاعنا، مثلا ممكن نسميه اي حاجة، مثلا ممكن نسميه احمد علي بالانجلش. وهنقول اوكي. هنبدأ ندخل على البروفايل طبعا، نطلع على طول كده. يا شباب تم انشاء حساب على التيك توك. انت بقى بتبدأ تظبط، مثلا تضيف فريند، مثلا اصدقاء. بتلاقي عندك هنا اصدقاء، تبدأ بقى تضيف اللي انت عايز تضيفه، مثلا اي حد من الاصدقاء اللي انت عارفهم مثلا تبدأ تضيفه، مفيش مشكلة. تمام، اي حد انت عايز تضيفه بيتضاف عادي، مفيش اي مشكلة. تمام، بعد كده انت بقى لو عايز تغير حاجة بقى تغير اليوزر نيم بتاعك، تحط حسابك على الانستجرام، تحط حسابك على اليوتيوب، مفيش اي مشكلة. ده كان شرحنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.